يا مساء الفل. دايما بنسمع عن هاكر سرق حساب حد او عمل انجكشن لكود في موقع، فبنفتكر ان الموضوع محتاج عبقرية، بس الحقيقة انها ثغرات مشهورة جدا. عشان كده النهاردة هنتكلم عن ثغرة ال XSS وثغرة ال IDOR. يلا بينا. اول حاجة معانا وهي XSS. فكرتها ببساطة الهاكر هنا مش بيهاجم السيرفر، لا، ده بيهاجم المستخدم الضعيف اللي بيدخل على الموقع. طب بيعمل كده ازاي؟ لو الموقع فيه مكان مثلا بياخد مدخلات زي مثلا الكومنتات او السيرش، فالموقع ده مش بيعمل فحص، بيعمل فاليديشن للكلام اللي بينكتب. فالهاكر بدل ما يكتب كومنت عادي بيكتب كود جافا سكريبت. خلونا نطبق. مثلا احنا في الموقع ده موقع ديمو اشتغلنا عليه الفيديو اللي فات. لو هنا شايفين عندنا سيرش، تمام، بدل ما بيكتب كود عادي بيكتب كود جافا سكريبت زي ما اتفقنا. ده مثلا كود انت تقدر هنا تكتب اي حاجة، تمام. نعمل هنا ونعمل جو. زي ما شايفين ظهر لنا بوب اب مكتوب فيها الكلمة اللي احنا كتبناها. بس طبعا الهاكر مش طيب زينا كده، لا. الهاكر بيعمل ايه؟ الهاكر الحقيقي بيحط كود يسرق الكوكيز او السيشن توكنز بتاعة المستخدم، واول ما المستخدم يفتح الصفحة بياناته بتتبعت على طول للهاكر، فيقدر يسرق حسابه في ثانية. طيب تاني حاجة معانا وهي ال IDOR. تخيل مثلا انك دخلت على البروفايل بتاعك في موقع وبصيت فوق هنا، ده بيكون URL. شايفين بعد علامة الاستفهام كده انا بقدر ممكن اغير في الحاجات دي، فتمام. بس خلينا نركز على الكود ده. طيب لو لقيت الرابط مكتوب كده، تمام، فال IDOR ببساطة معناها ان الهاكر او ال QA الذكي ممكن يغير رقم 100 ده بكل سهولة ويخليها 101 او 102، فالموقع يروح فاتح ليه بيانات مستخدم تاني خالص بكل سهولة بدون ما يطلب الباسورد. تمام. طب احنا ك QA لما بنيجي نتست صفحة البروفايل او الفواتير بنستخدم ايه عشان نعرف كل ده؟ بنستخدم الانسبكت زي ما اتفقنا ان احنا ممكن نجيبها بالطريقة دي، تمام، ونشوف النتورك، وده كله عشان نشوف ال API request، او ممكن نلعب في ال URL على طول، تمام. فلو احنا غيرنا الاي دي بتاع المستخدم ولقينا السيستم عرض لنا بيانات شخص تاني، يبقى الديفلوبر نسي يعمل خطوة الاوثرايزيشن، يعني يتأكد هل المستخدم الحالي ليه صلاحية يشوف الصفحة دي ولا لا. ودي ثغرة ال IDOR وهي خطيرة جدا. طيب احنا ك QA نحمي السيستم ازاي؟ احنا ك QA بنساعد الفريق عن طريق، عشان ال XSS لازم نتأكد ان الديفلوبر عامل حاجة اسمها input validation، عامل حاجة اسمها data sanitization، يعني اي كود يتكتب في الانبوتس لازم نحدده وما يتفهمش كأنه كود شغال. طب وعشان ال IDOR نتأكد ان السيرفر بيعمل فحص لصلاحية المستخدم مع كل طلب ومش بيعتمد بس على الرقم اللي مكتوب في الرابط. تمام. مراجعة سريعة. احنا عرفنا النهاردة احنا اتكلمنا عن ايه؟ عن ال XSS وال IDOR، وعرفنا ال XSS وازاي المستخدم ممكن بياناته تتسرق من هاكر عن طريق ان هو دخل كود جافا سكريبت، وعرفنا ازاي بيظهر له. بس طبعا احنا كنا حاجة بسيطة جدا، هو بيعمل حاجات تانية يسرق على طول. وعرفنا ال IDOR وعرفنا ازاي بيلعب فيها عن طريق ال URL. ده الموقع اللي احنا اشتغلنا عليه ودي الروابط اللي احنا دخلناها، وعرفنا دورنا ك QA ازاي بنحمي السيستم. وبس كده، وبكده نكون عرفنا اسرار ال XSS وال IDOR وعرفنا نفكر كهاكرز عشان نحمي موقعنا. الفيديو الجاي هنتكلم عن امان ال APIs وازاي نفحصها. وبس كده، سلام.